السبب يا ايه؟ انت اللي خليتيها تنزل وهي في الحاله دي. لا احنا اللي ما كانش لازم نطوعها ابدا. انا بقول نكلم حسام هو يتصرف. هو في ايه يا جماعه؟ ما تخافوش والله، هند مش صغيره يعني. هي بس مخنوقه شويه وطولت مع صحابها عادي. يعني لو هي كويسه ما بتردش على التليفون ليه؟ ها؟ ما بتردش ليه؟ مع اني موصياها اكدت عليها ترد اول ما نكلمها. معلش هتلاقيها بس اهي اهي جت. خلاص ارتاحوا بقى، والنبي والنبي عشان خاطري ما حدش يتكلم معاه في اي حاجه. ممكن؟ يا دودو، ايه اتبسطتي مع صحابك؟ كنت مع مين بقى؟ كنت مع ياسمين ولا نوره؟ دي ياسمين مسافره صح؟ كنت مع نوره صح؟ عامله ايه؟ في ايه؟ يوسف رجع. يوسف؟ هو يوسف في مصر؟ اه رجع وكان في فيلا جديدة وعايش حياته عادي جدا ولا كأن حصل أي حاجة. كلمتيه؟ أنا كنت فاكرة إن أنا أقدر أواجهه يعني وأسأله عمل فيا كده ليه، بس ما قدرتش. هو ما فيش حد بيختفي من حياته وبعدين يرجع بحياة جديدة كأن اللي فاتت دي ما حصلتش. أنا لازم أعرف أنا غلطت في إيه عشان يعمل فيا كل ده. غلطتي؟ انت برضو اللي غلطتي؟ بطلي بقى تجلدي نفسك. انت كنتي احسن زوجة في الدنيا، ولا عمرك غلطتي معاه ولا عمرك قصرتي. بالعكس بقى، انت عملتي حاجات مفيش واحدة في الدنيا تقبل تعملها. عشان خاطري، عشان خاطري يا هند ما تحسسيش نفسك بالذنب. هو اللي بني ادم واطي ما عندوش اصل. طب أمال في إيه اللي حصل؟ مش إحنا كنا كويسين قدام عينك؟ مش أنت كنتي بتشوفينا عاملين إزاي؟ إيه اللي هيحوله فجأة كده إلا لو أنا اللي غلطت وعملت حاجة ضايقته؟ قولي لي أنا عملت إيه؟ طب ما اتكلمتيش معاه ليه؟ ما قدرتش. فجأة أول ما شفته اتخضيت، جمدت مكاني في العربية. ما عرفتش أفتح الباب وأنزل. ما عرفتش. هند يا حبيبتي، اوعي تكوني فاكرة مواجهتك ليه هتريحك زي ما انت فاكرة كده. لا، ده بني ادم واطي وجبان وطلقك بالطريقة دي عشان خايف يواجهك. صدقيني انت لو كنت نزلت من العربية كان هيهرب. أنا من حقي أعرف هو عمل فيا كده ليه. حد يقول لي عمل فيا كده ليه؟ أنا ذنبي إيه دلوقتي؟ ايه بس والنبي بس. أنا ما بقتش قادرة أستحمل. بس طيب، توجعيش قلبي والنبي.